السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مشتركي قناة المغرب المشرق. مبروك على كل المغاربة. إذا رسميا المغرب غادي يحتضن كأس العالم 2030 مع في الملف الثلاثي المشترك مع كل من البرتغال وإسبانيا. فمبروك للمغرب. ثلاثة مدن مغربية غادي تحتضن مباريات كأس العالم 2030، واللي هي مدينة الدار البيضاء وطنجة والرباط العاصمة. وبالتالي سنشهد ملاعب جميلة وجميلة جدا بهذه المدن. أيضا ملعب الدار البيضاء سيبنى رسميا وسيتم انطلاق البناء ديالو بعد فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030. فهذا الخبر هذا كنا كنتظروه يعني بأحر من الجمر، وكنا كنتسناو يعني نشوفوا شكون هما المنافسين ديالنا وكذا وكذا وكذا. لكن الحمد لله تبين ان فقط هذا الملف هو اللي كاين ديال المغرب والاوروغواي يعني والارجنتين وداك الشيء عطاوهم المقابلات يتلعبوا عندهم. ثلاث ديال المباريات من هذا المونديال في الارجنتين والاوروغواي والباراغواي كما قلت، احتفالا بمرور 100 عام على استضافه اول نسخه لكأس العالم في الاوروغواي. فمرة